تحت الطلب ديالكم شاركت معكم الفيديو ديال الوصفه كامله من الاول حتى الاخر. اول حاجه غادي نبدا بالصلصه. هنايا استعملت فلفله خضراء. الا عندكم فلافل الوان اخرى متوفره خصوصا الحمراء حتى هي استعملوها كتجي زوينه. عندي حبات ديال الطماطم وحبه ديال البصل. طبيعه الحال الكميه كتبقى على حساب الاشخاص شحال من واحد غادي ياكل معكم، حسب المهم الكميه اللي غادي تحتاجوا. وهذا الشيء هذا كامل تقدروا تنقيوه وديروه في الهاشوار طحنوه وكطيبوه كصلصه. لكن انا في الاخر قررت انني نجيب الكسرونه العجيبه ديالي اللي غادي ندير فيها الصلصه، وغادي نخلي ديك الفلفله والبصله غير مقطعين بحال هكاك، ما غاديش نطحنهم مزيان. بطبيعه الحال اي طريقه من هادو كتجي زوينه، مهم غير تتبعوا المراحل باش تعرفوا السر ديال البنه فين كاين. غادي نقي البصله حتى هي نشلضها فوق ديك الكسرونه فوق الفلفله. واللي كيسولني على الكسرونه واش المهم كاين اللي جاتو بيزار كيفاش كنستعمل الكسرونه باش ندير لاصوص. هذيك الكسرونه جربتها درت فيها اول نهار ما عرفتش كيفاش لقيت راسي كندير في الكسرونه، واللذه ديال لاصوص جات زوينه. داكشي بحال تقول كيبقى مجموع، ديك النكهه كتبقى مجموعه وداكشي كيتداخل بعضو كيجي زوين. المهم كما شفتوا درت غير الملحه وزبيته بلديه اللي حتى هي كتعطي مذاق زوين في لاصوص، وحطيتهم يتشحروا على ما غادي تذوب لينا شويه ديك البصله والفلفله. نكونوا قطعنا مطيشه ونزيدوها عليهم حتى هي. المطيشه كنقشروها وكنحيدوا منها الزريعه الا كانت عامره بالزريعه من الوسط. غادي نقطعها غير طراف. بطبيعه الحال لا بغيتو تطحنوا اولا تحكوا داكشي ممكن، ما كاين حتى شي مشكل. انا كل مره وشنو كندير ليها، ولكن التوابل والطريقه هي يعني كتجي نفس البنه. انايا كنوريكم القشور ديال البصله اللي كنجمعهم، غندير ندير بهم واحد الوصفه معكم. قشور ديال المطيشه اللي كيجمعوهم الناس وكيصاوبوا بهم واحد لاصوص اولا الكيتشوب احسن ملي كيتشرى واجد. والزريعه ديال الفلفله راكم تقدروا تغرسوها. هنا الكاسرونه من بعد ما تشحرات البصله والفلفله زدت عليها مطيشه والتوابل، البزار والتحميره والقزبور يابس. من بعد ما طابوا المكونات كاملين كنمسوهم شي شويه بالفرشيطه ولا معلقه بحال هكا. وفي هذه الخطوه هذه من بعد ما كنحيدوهم فوق البوطه كنزيدوا الزعتر، كنحكوه على ديك الصلصه كنخلطوها كتلقوا واحد النكهه. وكيف ما قلت لكم ديك الكسرونه صغيره ومجموعه كتخلي كتحافظ لينا على النكهه. غادي نحطوا هاد لاصوص جانبا ونمشيو نكملوا الوصفه. هنا غادي نوجد اللحم، غادي نعطرو. عندي الكفته، تستعملوا اي كفته درت لها الملحه بزار تحميره والقزبور اليابس. غادي نخلطها مزيان مزيان. الكفته عندي هذه ديال لادانت، تقدروا تستعملوا اللي بغيتو. انا اي كفته كانت متوفره كنخدم بها هذه الوصفه ماشي مشكل. كنجيبوا خبز العيش وكنسرحوا عليه ديك الكفته مزيان مزيان، نسرحوها مزيان باش ما تجيناش غليظه وطيب مزيان. هاد الوصفه هذه ولات مطلوبه عندي تقريبا كل سيمانه. كنلقى المكونات بلا ما نحتاج نمشي نتقضى كنلقى المكونات واجدين في الكوزينه محطوطين، يعني صافي زعما فهمي راسك ونوضي صاوبيها لينا. كتجي بنينه ولذيذه الصراحه وزوينه، كتصلح خصوصا للعشاء باش كيجي عشاء خفيف وفي نفس الوقت غني وفيه فوائد وكاع داكشي اللي محتاجين. كنجيب هنا المقله بعد ما سخنتها، الا كانت كتلصق ديروا ليها دوزوا ليها شويه ديال الزيت. كنديروا العيش على الجهه ديال الكفته حتى كطيب، كنحيدوها ونديروا وحده اخرى وكنبقاو هكا حتى كنكملوا الكميه كامله.
الا عندكم كميه كثيره ديروا كيف ما درت انا، استعنت بصديق وجبت المقله الثانيه. وهنا غادي نبدا معكم الدريساج ديال كل وحده بوحديتها، حيت كل واحد شنو باغي فيها، ومن هنيت نوريكم طرق مختلفه باش تقدروا ديروا الغارنيتور ديال هاد شنو غادي نسميوه، العيش. المهم العيش ديال الكفته اولا خبز الكفته اولا لحم العجين. غير انا بلاصه العجين من نوجد العجين كندير العيش كيجي زوين بزاف بزاف. هنا في الاولى درت الهريسه، درت ديك لاصوص اللي طيبنا في الاول، زدت سميتو هذا الزيتون مقطع، الفرomاج بطبيعه الحال. اجمل حاجه في هذه الوصفه هذه هي انك اي حاجه ضفتيها ليها كتزيد تعطيها بنه ولذه، يعني اي حاجه عندكم درتوها كتجي صالحه وزوينه. ما كاينش شي حاجه سميتها خايبه في هذه الوصفه هذه الا ما جاتش، ولا كلشي كيجي زوين. هذه الاولى. الثانيه انا غادي نصاوبها معكم دابا نوريكم شنو درت فيها عاوتاني. كنبقاو بحال هكا كنخدموا وحده بوحده، نحطوا وحده طيب والاخرى كنصاوبوها في نفس الوقت. هنا غادي ندير ديك الشطه اولا الباربيك تاباسكو عفوا اللي كنت صاوبت معكم من قبل في المنزل، حاره كتقطع بالحار. معلقه ديال ديك الصلصه، الزيتون مقطع. هنا زدت حتى هاد الكورنيشون الخيار المخلل. بالنسبه للصلصه كيف ما شفتوا راه ما كنكثرش ديك الفلفله ومطيشه، ما كنكثرش لان الا كثرنا كيجي داكشي فاش غادي نوليو نديروه في البانيني اولا نبريسيوه غادي تبقى كتخرج مع الجناب وغادي تغطي بزاف. بحال هكا فيه معلقه واحده كتجي بنينه وزوينه وما كتغطيش على المذاقات الاخرى. هذه الثانيه هكا درنا ليها وغادي نطويوها. بامكانكم تطويوهم غير على جوج، يعني غادي تجي بحال نصف خبزه اولا ديروا لهم بحال هكا بحال الشكل ديال البانيني. انا قلت لكم هاد الوصفه هذه كيف ما درتوا ليها كتجي زوينه، راني خدامه بقى لي بجوج خدامين. انا عندي هاد الصوص الجيريان درتها حتى هي جات رائعه. درت شويه ديال الهريسه، الصلصه مشتو راه ما تنكثرش، كندير غير القياس اللي كيطلق لينا البنه. ماشي الاساس هو انكم تعمروا ديك العيش بالبصله والفلفله، كديروا غير القياس غير النكهه. درت زيتون مقطع المخلل والفرomاج ونسدو. هنا غادي نديروهم في البانيني باش يتحمصوا، يا اما كنردوهم لنفس المقله، ولكن الا بغينا نزربوا عليهم كنديروهم في البانيني. وشوفوا ديك اللون كيفاش كيجي تقرميشه وفي نفس الوقت طايبين وبنانين من الداخل. شوفوا كي كيجيو، شوفوا كيجاو زوينين، الالوان الذهبيه الجميله. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه وديروها توجدوها في الدار. بزاف الناس اللي تفرجوا فيها حيت ديجا حطيتها على صفحه الفيسبوك تفرجوا فيها وداروها وعجبتهم. حتى نتوما اللي كتشاهدوني هنايا في صفحه اليوتيوب في القناه اليوتيوب كنتمنى تحطوا لي اللايكات ديالكم التعليقات ديالكم وتجربوا الوصفه وتردوا علينا الخبر. وراه اكيد وصفه مضمونه على حسابي غادي تعجب الكبير والصغير. هنايا بديت كناكل ما صبرتش حتى نحطو فوق الطبله بقوه ما كتجي بنينه. كنتسنى غير امتى توجد وناكلها، ورافقتها مع اطباق واحده اخرى مع هاد السلطه ديال الخضر وديال الفواكه. غادي نحطهم لكم حتى هما في فيديو بوحديتو باش ما نطولش عليكم.